أجدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، خصصنا معظمها إلى الشأن السوري، وأجددها لضيفكم الكريم الأستاذ محمد أمين أبو بكر، المحلل والمعارض السوري. لك التحية أستاذ محمد. حياك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، تداركا للخطأ الذي أوقعنا فيه الزميل أحمد شعبان، نعيد على مسامعكم مرة أخرى يعني بيان مجلس النواب البحريني، والذي يدعناه على أنه مجلس النواب العراقي، وربما البحريني أشرف من العراقي الذي هو في داخل الأحداث ولم يصدر حتى هذا البيان أو مثيلا له. وما يحدث في العراق يعني تدمى له العيون والقلوب. أصدر مجلس النواب البحريني بيانا بشأن انتهاكات الميليشيات الشيعية بحق أهالي الفلوجة. جاء فيه: يتابع مجلس النواب البحريني وبقلق بالغ ما يتعرض له المدنيين المسالمين وأهالي مدينة الفلوجة من جرائم إبادة وقتل وتشريد للآمنين واستهداف الأطفال والنساء من قبل الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية من داعش وغيرها، والتي تتم على مرأى ومسمع من العالم بأسره. ويؤكد المجلس على استنكاره الشديد لتدهور الأوضاع الأمنية في مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها، وما يعاني منه المواطنون من تدهور واضح للأوضاع الحياتية والإنسانية نتيجة لعمليات العنف والقتال التي تمارس ضد المدنيين، وما تصاحبها من انتهاكات وتجاوزات لأبسط الحقوق الإنسانية التي يشهدها مواطني تلك المناطق. ونشد مجلس النواب كافة الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الدولية وتوحيد الرؤى المشتركة المبذولة من أجل وقف كافة الانتهاكات ووضع حد لوقف العمليات الإرهابية والتطرفية التي تمارسها الجماعات المتطرفة كداعش وغيرها، مطالبا بضرورة التكاتف لتوحيد الصف والكلمة والتلاحم من أجل تحقيق الآمال وتطلعات لمجتمع ينعم بالأمن والديمقراطية والاستقرار. ودعا المجلس كافة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ذات العلاقة إلى التدخل السريع لوقف كافة الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء في مدينة الفلوجة. وعلى إثر هذا البيان الذي أصدره مجلس النواب البحريني، أصدر النائب جمال البوحسن عضو مجلس النواب البحريني بيانا يدين فيه الجرائم التي ترتكب في الفلوجة. جاء فيه: لقد تابعنا كما تابع العالم الجرائم غير الإنسانية التي ترتكب ضد أهالي الفلوجة على يد داعش والميليشيات الطائفية المتطرفة التابعة والمدعومة من قبل النظام الإيراني، وما تقوم به من ممارسات وأعمال إجرامية وإرهابية مثل النهب والسلب والقتل والتهجير والتعذيب، وكلها أعمال يرفضها ديننا الإسلامي الحنيف وتجرمها الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية. وإذ نستنكر ونشجب هذه الممارسات والأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيات الطائفية المتطرفة ضد إخواننا وأهلنا في الفلوجة، فإننا نحمل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة لحماية أهالي الفلوجة مما يتعرضون له من أعمال وجرائم من قبل هذه الميليشيات الطائفية المتطرفة بدعاوى واهية كمحاربة الإرهاب وغيرها. كما نناشد المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والشعوب الإسلامية والعربية والصديقة، نناشدها التدخل لإنقاذ أهالي الفلوجة مما يتعرضون له من جرائم وحشية ضد الإنسانية على يد عصابات وميليشيات طائفية متطرفة. النائب جمال بوحسن. معنا عبر الهاتف سيادة النائب جمال بوحسن. سيادة النائب، مرحب بك. حياكم الله، يا مرحبا يا مسهلا. أهلا بك. عايز أسأل سؤال: مدى أهمية التضامن العربي والإسلامي مع ما يجري للسنة، يعني سواء في سوريا أو العراق أو غيرها؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قناة صفا، وأحيي جميع مشاهدي قناة صفا. حياكم الله. في الحقيقة التضامن العربي الإسلامي مهم لدعم القضايا العربية والقضايا الإسلامية الملحة. أعتقد أن الصوت غير واضح. لا، نسمعه جيدا، تفضل أكمل. في الحقيقة ما في شك أن التضامن العربي الإسلامي مهم لجميع القضايا العربية والإسلامية الملحة والتي يعني يترجمها الواقع.
كقضايا الفلوجة في العراق وقضايا إدلب وقضايا قضية سوريا عموما. نعم. وطبعا مما لا شك فيه يعني أن التضامن يعطي قوة لأي قضية ويدعم أي قضية كانت، سواء القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وقضيتنا الأم، أو القضايا العربية في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا. نعم. طب سيادة النائب، يعني أتحدث عن إيران. مشروعها الآن أصبح واضحا للجميع بدعم صليبي صهيوني. لماذا التأخر في تدارك الخسائر التي ترتكب في الأمة والمذابح والمجازر التي ترتكب في الأمة كما ذكرت في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ لماذا التأخر في مواجهة هذا المشروع عربيا؟ في الحقيقة يعني التأخر هو تأخر، يعني كلنا نقر بأن هناك تأخر، ولكن عاصفة الحزم التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين أيده الله ونصره في اليمن هو وضع حد للأطماع والمخططات والأيديولوجيات الإيرانية في الدول العربية، وإن شاء الله نتمنى أن تتواصل العاصفة لتصل إلى العراق بحماية أهلنا وأخواننا في الفلوجة، وتتواصل كذلك إلى سوريا في حلب وفي إدلب وفي جميع المدن السورية التي تعاني الأمرين من خلال القصف الروسي والتدخل الإيراني وبمعاونة النظام وما يسمى بحزب الله. طيب سيادة النائب، هناك تهديد من قبل زعماء هذه الميليشيات زي أوس الخفاجي، قيس القزعلي، واثق البطاط، حتى هادي العامري، قادة ساسة إيرانيين، تهديد للمملكة العربية السعودية. من الشمال الآن يهددونها، من الجنوب هم الآن يحاربون في خاصرتها. يعني أين التحالف الإسلامي؟ أين رعد الشمال والتي كان قوام مناوراتها 350 ألف جندي؟ مما لا شك فيه أستاذ محمد بأن الهلال الشيعي الصفوي الذي أطلقته إيران من إيران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان ومصر، كان هناك من ضمن الخطة هو تشييع الشعب المصري وتشييع مصر، ولكن الحمد لله رب العالمين نصر الله الأمة بمصر مصر العروبة. نعم. ولكن رعد الشمال مثل ما تعرف كانت هناك مناورات وكان هناك قوات إسلامية عربية موحدة، ولكن إن شاء الله نأمل في القريب العاجل إن شاء الله إطلاق يد رعد الشمال في العراق للتدخل في العراق وحماية الفلوج، وكذلك حماية إخواننا الشعب السوري في إدلب وفي حلب وفي جميع المناطق السورية المضطهدة. طيب سيادة النائب، هل هناك من خطة يعني كجهود إغاثة يبذلها مجلس النواب البحريني لتوصيل الإغاثات للمنكوبين سواء في العراق، في سوريا، في اليمن؟ أخي محمد، مجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي ومجلس رقابي، وليس من اختصاصه يعني دعم أو القيام بأي أعمال إغاثية. الأعمال الإغاثية تقوم بها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إنما مجلس النواب البحريني. ولكن نحن قد نشرع وقد نحث وقد نشجع على تقديم، لكن سيادة النائب يعني عفوا مقاطعة، قد تقدمون طلبات إحاطة الدول العربية وجميع الدول عفوا سيادة النائب تعاني الأمرين من التدخلات الإيرانية ومن تدخلات النظام الإيراني الصفوي. طيب عفوا يعني، لكن أنتم كمجلس نواب ربما تقدمون للحكومة طلبات إحاطة، طلبات عاجلة للمشاركة في إغاثة المنكوبين على يد المشروع الصفوي الإيراني. نعم صحيح، ممكن نحن نتقدم بطلبات عاجلة. هذا كان محور سؤالي يعني بصفة الاستعجال للحكومة لتقديم الدعم لإخواننا المضطهدين في جميع الدول المنكوبة سواء سوريا أو العراق أو اليمن. ولكن هناك جمعيات بحرينية ولله الحمد تقوم بجهد مضني وجهد مشكور وجهد خيري في سبيل دعم اخواننا، وطبعا الحكومه ما هي بمقصره، تقوم بكافه اعمال الاغاثه وجميع الدعم للاخوه العرب والمسلمين. نعم. هناك خليه تم اكتشافها مؤخرا تريد زعزعه الامن في البحرين، هل لديك معلومات عنها سيادة النائب؟ في الحقيقه يا اخي محمد ليست خليه بل خلايا، وخلايا نائمة وخلايا متحركة وخلايا إرهابية وميليشيات إرهابية تقوم بدعمها
الحكومة الإيرانية المتجبرة، الحكومة الإيرانية المتقطرسة في الحقيقة. نعم. وإحنا غير راضيين عن هذا العمل من قبل النظام الملالي في طهران، ذلك النظام الاستبدادي النازي الذي يقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول العربية، وعلى رأس هذه الدول مملكة البحرين التي تعاني الأمرين من هذه التدخلات السافرة من قبل نظام الملالي والحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية. ولكن ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى رزقنا بقيادة رشيدة وحكيمة تقوم بمعالجة الأمور أولا بأول، وتقوم بالقبض على هؤلاء المجرمين أتباع إيران وأذناب إيران في البحرين لتقديمهم للمحاكم العادلة والقبض عليهم وحجرهم في المكان الذي يستحقونه. نعم، ربما الخبر أمامي سيادة النائب، حيث وجهت السلطات البحرينية صفعة جديدة لحزب الله وإيران بعد أن تمكنت من القبض على خلية سرية تابعة لإيران كانت تحاول إثارة الاضطرابات في المملكة. ووجهت النيابة العامة في البحرين الاتهام ل18 شخصا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بهدف إثارة الاضطرابات في البلاد. وقطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في يناير الماضي بعد يوم من قطع الرياض لعلاقاتها مع طهران عقب اعتداء متظاهرين إيرانيين على بعثات دبلوماسية سعودية احتجاجا على إعدام السعودية أحد رجال الدين البارزين بعد إدانته في تهم تتعلق بالإرهاب. وقالت وكالة الأنباء البحرينية تحقيقات النيابة أثبتت أن المتهمين شكلوا خلية سرية لتحريض مواطني البحرين ضد النظام الحاكم والترويج لتغيير الحكومة بالقوة. المتهمون تواصلوا مع قياديين من الحرس الثوري الإيراني وجماعة من حزب الله اللبناني لتلقي الدعم المالي والفني في مقابل تقارير دورية عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة. كانت مملكة البحرين كشفت خلية شيعية تدعى خلية جمهورية البحرين كانت تخطط لعملية انقلاب وتحويل المملكة إلى جمهورية. واعترف أعضاء الخلية أن حزب الله وإيران يدعمون المخطط. سيادة النائب، تعليقك على هذا الخبر؟ يعني والله مثل ما قلت لك قبل قليل أستاذ محمد بأن الخلايا هي مستمرة طول ما إيران قاعدة تتدخل في الشأن الداخلي البحريني من خلال الدعم الإعلامي والدعم اللوجستي والدعم السياسي وجميع أنواع الدعم والتدريب كذلك وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وجميع ما يعني يعين على إثارة الفتن الطائفية والأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. هذه ليست أول ولا آخر خلية. طيب، طالما أن هذه ليست أول ولا آخر خلية سيادة النائب، وأن الخليج يعاني من هذه الخلايا في الوقت الذي تعلن فيه إيران الموت لأمريكا، الموت الإسرائيلي، اللعنة على يهود النصر الإسلام، لا نجد خلاياها إلا لتدمير المسلمين ودولنا في الخليج وغيرها. طيب، لماذا لا تتوجه الأنظمة العربية لتفكيك إيران من الداخل وعوامل تفكيكها موجودة؟ يعني هم يخترقون أنظمتنا، يخترقون أمن دولنا، يخترقون أجهزة مخابراتنا العربية. لماذا لم نسمع عن جهاز مخابرات واحد كان له خلية تجسسية داخل إيران، وإيران نشأت نشأة غير طبيعية، وأنت تعلم كم من العرقيات بداخلها، كم من اللغات بداخلها، كم من المذاهب بداخلها. تفضل. الحقيقة يعني إيران تعاني من الداخل، تعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية، وتعاني من معارضات كثيرة من الأقليات العرقية والمعارضة البلوشية والمعارضة الكردية ومجاهدي الخلق وجميع أنواع المعارضات. يجب يعني أناشد الدول الخليجية خصوصا والدول العربية عموما بالاتحاد لزعزعة أو مو لضعضعة نقول إيران، يعني النظام الإيراني من الداخل ومحاربته من الداخل، كما وأنا ناشدت أكثر من مرة في أكثر من موقع بضرورة يعني يعني التدخل العربي لوقف إيران عند حدها من خلال إشغالها بالداخل ودعم جميع المعارضات الإيرانية سواء في الداخل وفي الخارج، وإمدادها بما تحتاجه لكي نلهي الحكومة الإيرانية، ليس لإسقاط النظام الإيراني. نحن لسنا مع إسقاط النظام الإيراني بقدر ما نحن نريد حماية أنفسنا وحماية مجتمعاتنا وحماية شعوبنا وبلداننا من التدخلات الإيرانية السافرة والتدخلات الصفوية التي تقوم على أساس
العرق والمذهب في الشأن العربي. النائب جمال بو حسن عضو مجلس النواب البحريني كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.